بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. وهنعمل شوية شوربة من الآخر، هيدفوا وحلوين قوي قوي قوي، وتقدري تستغني عن اللي انت عاوزاه فيها، وتقدري تضيفي اللي انت عاوزاه فيها على حسب ظروفك وإمكانياتك. احنا النهاردة هننفذ الوصفة على طلب عريس وعروسة، لكن انت اي اضافات عايزه تضيفيها او تنقصيها يرجع لك الموضوع. يلا بينا نشوف تفاصيل الفيديو اللي معانا. شوربه داود باشا بالخضار والمكرونه الفوتوشيني، قمه في الجمال. بسم الله. عندي اول حاجه 150 جرام لحمه مفرومه، هنعمل بيها كفته داود باشا. والبهارات اللي معانا لحمه وبابريكا وثوم وبصل بودر وفلفل اسود وخلنجان والملح بتاعنا. معايا بصلايه حلوه كده مبشوره ناعم جدا. هعجنها طبعا كالعادة عجين المبرح، يعني بصي هتعجنيها عجنة محترمة عشان تفضل متماسكة. عجنتها ميلتها على جنب كده عشان يبقى الطبق بتاعي شكله نضيف وانا شغالة. وببدأ اكور كده ايه القطع اللي معايا على حسب رغبتك. انا بالنسبة لي ما بحبش الكور كبيرة قوي، يعني قد حباية البونبون الصغيرة كده. الحجم ده بيرجع لك انت. المهم ان انت تبلي ايدك ميه، طبعا بعد ما عجنت غسلت ايدك ونشفتيها، وهتبلي ايدك ميه وتبداي تاخدي قطعه اللحمه تضغطيها قوي في ايديكي قبل ما تكوريها، ضمن تماسكها في اي شغل. وعلى النار هحط، يعني حاطه هنا معلقتين زبده كبار، وهضيف عليهم كمان معلقتين زيت عشان طبعا ما الزبده ما تتحرقش. ما تسخن الزبده هنزل عليها على طول بالداود باشا. بس في ملحوظه مهمه، انا نسيت في المره دي ادهن الطبق زيت. لما تدهني الطبق زيت مش هتضطري تنزلي حبات الكفته زي ما انا بنزلها بالمعلقه كده، هتنزل معاكي سريعه عن كده. وهبدا بقى ايه اقلب الكفته بتاعتي، تاخد بس تتشوح من ناحيتين بحيث انها تتماسك شويه. وممكن تعملي الكلام ده في الفرن من غير زبده ولا زيت خالص، فبالتالي هتنزل هي اي دهون موجوده فيها. مرة تانية هنعملها مع بعض في الفرن هتلاقوها لذيذة جدا كمان. خلاص هي كده كويسة جدا. هخرجها بقى، احطها على مصفى لو عايزة، مش عايزة، لو عايزة الدسم بتاع الشوربة بتاعك قليل خرجي الكفتة وحطيها على مصفى عشان تنزل اي دهون او زبدة فيها. فات الزبدة اللي بقى من تحمير داود باشا في حاجة كبيرة شوية عشان تقضي الشغل اللي انا هعمله. وبشرت بصلاية كبيرة فرمتها في الكبة ونزلت في قلب الزبدة. طبعا الزبدة زودتها قطعة زبدة تانية او معلقتين زيت عشان تقضي معايا اللي انا عايزة اعمله. وهي الشوربة دي دسمة، يعني مش شوربة دايت خالص ولا خفيفة يعني، الا اذا طبعا اشتغلنا في الفرن من الاول ولغينا الزبدة والكلام ده وعملنا الكلام ده كله على البارد، وهنعمله برضو مع بعض مرة. بصلة كده تدبل على النار، ونشوف الخضار اللي معانا ايه. معايا بطاطس وكوسة، معايا طماطم مقشرة وجزر وذرة حلوة، بسلة، فلفل ألوان ومشروم. وكل ده متقطع في حجم بعضه كده قد البسلة. وأول حاجة نزلت بيها الجزر. هتتشوح الجزر بما ان هو اكتر حاجة قاسية في الخضار اللي معانا، بتاخد وقت في السوى، فحطيناها هي اول حاجة مع البصل، تاخد تشويحة هي الاول قبل ما ننزل ببقية الخضار. دلوقتي هنزل بالبطاطس كده، بحاول افصلها عن بقية الخضار وهنزلها. وكل خضار هينزل هحاول اخليه يتشوح مع باقي المكونات نص دقيقة مثلا عشان كله يتشرب من بعضه وكل حاجة تاخد سواها مظبوط. حاجة بتنزل بتاخد لها اقل من نص دقيقة كده على النار. دلوقتي خلاص البطاطس كمان اتشوحت، هنزل بقى بالكوسة. دلوقتي هنزل بالفلفل. طبعا الاضافات اللي احنا ضفناها كلها تقدري تستغنى عن اللي انت عاوزاه وتقدري تضيفي اللي انت عاوزاه. يعني حابه تضيفي اي نوع خضار مش موجود زي البروكلي طبعا هيضيف اضافه غير طبيعيه وجميله جدا جدا. حبيتي تضيفي خرشوف، اي حاجه خضار هتضيفيه هيضيف جمال للشوربه بتاعتك. اي حاجه هتشتريها مش هتقلل معاكي، وهتديكي برضو طعم جميل. لكن كل حاجه لها طعمها، يعني على حسب الحاجات والخضار اللي انت بتحبيه هتضيفي انواع خضار. انت ممكن تستخدمي نوع واحد بس خضار في الشوربه دي، ممكن تستخدمي الفلفل بس مثلا بالوانه، هيبقى جميل جدا مع داود باشا ومكرونه الفوتوشيني، لان هي دي اصل الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده. المكرونه تقدر تستغني برضو عنها بالمكرونه السباكيتي. ضفت دلوقتي معلقه سكر كده عشان طبعا الخضار بتاعي كله تقريبا بقى مع بعضه، فعايزاه كله ياخد سنه السكر بتاعت الارض بتاعت الزرعه بتاعتها كده. فهياخد معلقه السكر دي واقلبه برضو يتشوح مع بعضه. وهنزل بقى بالحاجات اللي هي اصلا معلبه زي المشروم والذره الحلوه والبسله. كل دي الحاجات دي طبعا واخده سوا في التخزين بتاعها. وبرضو اخدها تشويحه مع بقيه الخضار تشم ريحه الزبده كده كويس قبل ما انزل عليها بالطماطم. ضفت الطماطم دلوقتي، الطماطم طبعا مقشره ومتقطعه
قطع في نفس حجم الخضار، عشان لما تدوب ما يبقاش فيه قشر معايا في قلب الشوربه. الشوربه بتاعتنا راقيه كده وحاجه بنت ناس قوي، فعايزين نروق عليها ونظبطها يا جماعه. البهارات اللي معايا توم وبصل بودر وبابريكا وبهارات لحمه وذره بسيطه جدا من القرفه، نص معلقه من بودره الديمجلاس. طبعا بودره الديمجلاس دايما بضيفها للحاجات اللي فيها بيون لحمه بس ما فيهاش بيون طيور، شوربه لحمه يعني. طبعا البهارات كمان تقدري تستغني عنها وتستكفي بالبهارات اللي موجوده في داوود باشا. كل شغلك بيرجع ليكي انت ورغبتك، لكن انا بتحكم في شغلي ان اوردرات ناس ودايما بيطلبوا الحاجه زي ما اكلوها قبل كده بالظبط، فهم كانوا واكلينها بنفس المواصفات دي قبل كده. عشان كده حتى رجعت للفيديو بتاعي القديم عشان اعمل لهم نفس الخطوات بالظبط، ما اضيفش حاجه ولا نقص حاجه. لكن حضرتك تقدري لو ما بتحبيش البهارات كتير تقدري تضيفي بس البهارات ديت وما تضيفيش بهارات للكفته، او العكس زي ما تحبي. هشوح بقى الكلام ده كله مع بعضه تشويحه محترمه. الخضار اتشوح كويس، هضيف عليه دلوقتي معلقه صلصه كبيره، وكمان هظبط الملح بتاعه. انزل بقى دلوقتي بكوبايتين ميه مغليه. طبعا لو عندك شوربه تقدري تستخدميها، لكن احنا لما اشتغلنا بكفته داوود باشا وضفنا كمان بودره الدمجلاس، فاحنا كده عندنا شوربه ممتازه جدا. اهم حاجه ما هنستخدمها تكون مغليه كويس جدا، ومجرد ما هنزلها على الخضار وتبدا تغلي تاني هنزل عليها على طول بالعنصر المهم قوي اللي معانا، اللي هو المكرونه الفوتوشيني او المكرونه الاسباجيتي. لو ما عندكيش فوتوشيني او اي نوع مكرونه تحبيه، حتى لو البنه هتكون مناسبه كمان جدا مع حجم الخضار اللي انت شغاله بيه. سامحوني يا جماعه على الكركبه، انتوا عارفين في الافراح والمناسبات دي بتبقى الدنيا زيطه ازاي، فالحمد لله ان احنا اصلا بنقدر نصور ولو تفاصيل كده بسيطه بالوضع اللي غير مؤهل ده. شفت الخضار والمكرونه استوت واللحمه كله تمام. هنزل دلوقتي بالكريمه اللباني. طبعا تقدري تضيفي حليب بس او كريمه لباني بس، او تضيفي الاتنين، تستغنى عن الاتنين وتشتغليها بس حمرة كده بالخضار واللحمه، بتبقى جميله كمان جدا جدا. لكن زي ما قلت لكم انا ملتزمه باللي دقوها اول مره. زي ما انتم شايفين قمه في الجمال، الطعم والريحه خيال يا جماعه. يعني مش عارفه اوصف لكم جمالها قد ايه، والحمد لله عجبتهم جدا جدا جدا. ويعني انا دوت منها معلقه بقيت عايزه اشتري الحله واقول لهم الاوردر اتلغى يا جماعه واكلها انا. والله بألف هنا وشفا بجد، يعني ببقى سعيده باي حاجه تعجب الناس ويكون طعمها مميز، ببقى سعيده بيها جدا. بألف هنا وشفا. ثانيا الاوردر ده صاحبته ما شاء الله دلوقتي خلفت العروسه دي. ثانيا انا كنت بس بوريكم الشوربه وبعد كده هغلفها عشان تروح للعروسه، مش هسيبها كده زي ما هي في الطبق. الفاكهه اللي حضراتكم شايفينها دي بجهز منها الطبق بتاع فاكهه العشاء العريس اللي بتطلع هديه دايما من اوبن بوفيه. مع اي عشاء عريس وعروسه بيطلع من عندنا لازم نطلع طبق الفاكهه ده. وساعات لما بيكون العشاء تقيل كمان ومعمول للاسره كلها وبتاع، بنعمل طبق فاكهه وطبق حلو هديه من مطبخ اوبن بوفيه. ويا رب دايما في الافراح نعمل لكم كل حاجه حلوه. خلصنا الاوردر اللي يدفي معانا ده. اتمنى اشوفكم على خير في اوردر تاني، في وصفة تانية احلى واسرع من قناتكم اوبن بوفيه اللي انتوا دايما مشجعينها بوجودكم ودعمكم ليها المستمر، اللي هو سبب تقدمها او نجاحها في اي خطوة. اتمنى اذا عجبكم الفيديو تشرفونا بوجودكم معانا في القناة، بتعليقكم، ببصمتكم الجميلة، باشتراككم معانا في القناة. اذا كان المحتوى يستاهل وجودكم معانا اهلا بيكم. السلام عليكم.